معاكم لاعب نادي السلام لكرة الطائرة سلمان محمد آل لباد. بدأت ممارسة لعبة كرة الطائرة تقريبا قبل 4 سنوات لما كان عمري 16 سنة. كانت في مرحلة الناشئين. أول ما دخلت كان مع المدرب محمد فيروز. كابتن محمد فيروز كان أحد من أسباب حبي للعبة كرة الطائرة من فئة الناشئين، وتدرج معي لدرجة الشباب. ومن أهدافي هذا العام الصعود لدوري الممتاز للشباب وصعود الدرجة الأولى للفريق الأول. منذ التحاقي لكرة الطائرة في نادي السلام لعبت في مراكز عديدة، وحاليا ألعب في مركز السنتر، ولاعب المفضل في هذا المركز سيمون لاعب منتخب كوبا. خلال مسيرتي لكرة الطائرة مرت علي فترات صعبة وفترات سعيدة. من الفترات الصعبة كانت هبوط الشباب لدوري الممتاز بي، وكان من أسعد اللحظات صعودنا لدور الممتاز A. ونصيحتي للاعبين الصغار في النادي المواظبة في التمارين والالتزام لتعليمات المدرب اللي يعطيه إياهم، وأن يكون لهم هدف من الحين إلى المستقبل يواظبوا عليه. خلال ممارسة اللعبة أعطاني بعض المدربين نصائح أطبقها، وكان من بعضها يعني مواظبة التمرين والمحافظة على النظام اللياقي اللي يعطيني إياه المدرب، النظام اللياقي والغذائي في نفس الوقت. سلمان عنده الإمكانيات، كل الإمكانيات عشان يصير لاعب كويس. جنبه عالي، عنده القوة في الضرب، عنده الإمكانيات إنه يصير لاعب على مستواه لو إن شاء الله تو يطبق ويواظب. هو بصراحة مواظب، وخاصة هو كان يدرس برا، يعني برا المنطقة. لما رجع على المنطقة صار مواظب وماشي مستواه يتطور، فهمت؟ وإن شاء الله بيفيدنا إن شاء الله في الفريق الأول في الأيام الجاية وفي السنوات الجاية، لأنه عنده الإمكانيات اللي تخول له إنه يكون من العناصر البارزة. في النصيحة أنا نقول لهم حاجة واحدة، أنا نقول لهم أنا عندي فيكم ثقة وعندي ثقة في الفريق ككل بصراحة. يعني إن شاء الله نكونوا يد واحدة. نقول لهم لازم نكونوا يد واحدة على شعار نادي السلام، ونحاولوا يعني عندنا هدف معين إن شاء الله نحاولوا نوصلوا له، يعني كلاعبين أو إدارة أو جهاز فني، وهما يعني باستطاعتهم إنه يوصلوا للهدف اللي راسمينه احنا الناس الكل، بشرط المواظبة على التمارين والتطبيق اللي يطلبوا منه يعني المدرب. وان شاء الله في لنا التوفيق ان شاء الله. بعد ما مارست اللعبة نظام حياتي كامل تغير. يعني مثلا اوازن بين الدراسة والرياضة، واوازن بين النوم، واوازن في نفس الوقت في الاكل. ومع حلول شهر رمضان الكريم تختلف اداء التمارين مع النظام الغذائي حسب اللي يضعه لنا الجهاز الفني، من أجل المحافظة على اللياقة البدنية والمحافظة على الغذاء الصحي. من أهم الطقوس اللي أمارسها في رمضان التجمع بين الأهل ومشاهدة الدورات الرمضانية، خاصة اللي يعملها نادي السلام في داخل النادي. أشكر إدارة النادي اللي وفرت لنا كلاعبين جميع سبل الراحة ودعمها للعبة كرة الطائرة، خاصة فريق الشباب للصعود للممتاز، وفريق الأول للصعود للدرجة الأولى.